يا اهلا بيكم. والنهارده هنعمل فيلم اكشن جامد جدا اسمه ايجل. بس قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبتدي الفيلم مع الصحفيه ناليني وهي في السوق بتكون بتتفرج على الخامات اللي موجوده فيه، وبتبقى بتدور على اي حاجه مختلفه عشان تكتب عنها في المقال بتاعها اللي جاي. فبتعجبها حته قماش وبتحس انها مختلفه، والبياعه بتعرفها ان حته القماش دي مصنوعه من القطن الهندي الاصلي، وده قطن نادر جدا، وده بيرجع لان الحكومه بتمنع زراعته. لكن في شخص معين عارض الحكومه وقرر ان يزرع القطن وبقى بيصدره لاوروبا. لكن الراجل ده اختفى دلوقتي ومحدش عارف اللي حصل له ايه. وبعد اختفائه الحكومه بدات تدعم زراعه القطن ده عادي جدا. وبتحس ناليني ان الموضوع مشوق وشكله كده هيبقى مقال جامد للجريده، فبتكتب مقاله بتتكلم فيها عن القطن الهندي البري النادر واللي موجود في مكان معين. وباقي المقال بتتكلم فيه عن الشخص اللي شجع الناس على زراعه القطن ده. وكمان قالت في المقاله ان الشخص ده مفقود بقاله سنه ومحدش يعرف عنه حاجه. ولما رئيسها بيشوف المقال بيقول ان المقال كويس لكن ما يستحقش غير انه يتحط في اخر صفحه في الجريده. وعلى الرغم ان المقال ما خدش غير مكان صغير جدا في اخر صفحه في الجريده، الا ان الدنيا قامت وما قعدتش بسببه، والجريده كلها بتتوقف عن العمل وبتتحول ناليني للتحقيق، لان ده ما كانش مجرد مقال عن القطن، ده كان سر من اسرار الدوله. والحكومه في الكلام ده مش بتهزر. لكن بتخرج ناليني من التحقيق بعد ما الحكومه بتتاكد انها ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع. وساعتها ناليني بتبقى عايزه تعرف ايه الحكايه دي، لان كان واضح ان الحكومه ما كانتش مهتمه بالقطن. لكن المهم في القصه كلها هو اللي زرع القطن نفسه. فبتقرر تعرف سبب الرعب اللي الشخص ده عامله للحكومه. بتاخد شنطتها واول قطر وبتروح على البلد اللي فيها مصنع القطن، لكن بتتصدم عشان مش بتلاقي المصنع ولا اي حاجه، وكل اللي بتلاقيه هو شويه رماد. وبتسال راجل عجوز بتشوفه في المكان عن اللي حصل، وبيقول لها دي كانت مجزره، وبيرفض يحكي لها اي حاجه. وبتسيبه وبتطلع على مركز الشرطه وبتسال المفتش نفسه عن اللي حصل، واللي اول ما بيسمع سؤالها بيقول لها ان الموضوع مش بالبساطه دي، لان الموضوع مرتبط باسامي اشخاص مهمه ومنهم عضو المجلس، وبينصحها تحاول ما تدورش في الموضوع ده، وان الاحسن لها ترجع بيتها وتتجوز وما تشغلش بالها بالحكايه دي. لكن هي طبعا مش بتيأس وتروح تسال عن عضو المجلس، وبيتطوع شخص وبيوصلها لمكانه. وهناك لسه بتساله عن المصنع اللي بقى رماد، كل الموجودين بيترعشوا من الخوف. وعضو المجلس بيقول لها ان هو لسه واخد دواء الاعصاب، ارحميني بقى، وبيخليهم يخرجوها بره. وقتها بتصطاد مساعد عضو المجلس وبتقول له انها شافت الوشم اللي على ايده، وان الوشم ده مش وشم عادي لكن تقريبا كده ده رمز الخزنه. وبتبدا انها تهدده، فبياخدها المكان وسط شويه حيوانات بعيده عن البشر، وبيبدا يحكي لها بدايه القصه. وهو ان الشخص ده كان عايش فوق التل، كان عنده بيت هادي جنب مصنع القطن، والقبيلتين اللي كانوا في المكان كانوا بيقدسوا الشخص ده وبيطيعوا اوامره من غير اي نقاش او جدال. والمهم في القصه بقى انه ما كانش بيسمح لاي حاجه تدخل جوه محيط بيته ولا المصنع، لدرجه ان وقت الانتخابات لما حاولوا يوزعوا منشور جوه بيته بيصطادهم بالسهم قبل ما المنشور يلمس الارض. وبعد كده بيجي رجل اعمال كبير لعضو المجلس وبيعرفه ان المنطقه دي مليانه بمعدن البوكسايت، تحديدا في منطقه التل اللي عايش فيه المزارع. وبيعرفه ان هو لو قدر يخلي المكان هيديله 3 مليار روبيه. وقتها مساعد عضو المجلس بيقول له ان المعلومات اللي عنده بتقول ان الراجل ده مش مجرد مزارع، وان القبيلتين اللي في المنطقه بيقدسوه ومحدش هيقدر عليه. لكن عضو المجلس كان طماع وبيقول له ما دام في فلوس كتير يبقى اي حاجه ممكن نعملها. وقتها ناليني بتقول له خلاص انا كده عرفت ان الموضوع كله عن البوكسايت، وبتمشي وبتبقى عايزه تكمل رحلتها. لكن بيجي لها شخص وبيسالها لو كانت عارفه خطوره اللي هي بتدور عليه، وبياخدها بعد كده لمكان سري، وبيطلع الشخص ده من الشرطه واسمه برامودا، وبيعرفها ان الموضوع اهم من البوكسايت، وده لان الشخص اللي كان عايش على التل ده مجرم وخطير ومطلوب للعداله. وبيعرفوه باسم النسر، وبيحكي لها ان في يوم الرئيسه بتاعته استدعته وقالت له ان في حاويه مليانه بالاسلحه غير القانونيه اتسرقت، واتقتل تاجر اسلحه كمان في المكان ده غير ان نفس تاجر الاسلحه ده من اسبوع اتسرقت منه شحنه اسلحه تانية، وانهم لقيوا في المكانين رصاص قناصه كانت مضروبه من بعد 800 متر. وبيقول لها ان الوحيد اللي يقدر يعمل كده هو النسر، فبتطلب منه ان يحاول يعرف لها الموضوع بنفسه. وبيروح يسال راجل عصابه في اوروبا، واول ما بيسمع اسم النسر بيتوتر جدا وبياخده المكان بعيد، وبيقول له ان هو ما ينفعش يتكلم عن النسر في مكان عام عادي. وبيعرفه ان من 15 سنه كان في زعيم مافيا بيحرسه عدد كبير من رجالته وبيته كله ضد الرصاص، لكن النسر قدر يقتله برصاصه واحده من خلال فتح التهويه. وان ابو زعيم المافيا ده قرر ينتقم، فجمع رجالته وهجموا على المكان اللي النسر موجود فيه. وبعد ما فجروا المكان كله وبداوا يحتفلوا بانتصارهم، بيطلع ان هو استخبى بعيد وبدا يصطادهم واحد واحد، ده غير ان هو كان مخبي قنابل تحت رجلهم. فبيستغرب برامودا من اللي اتقال ده كله وبيساله امال اللي عايز يوصل له بيوصل له ازاي.
فراجل العصابة بيعرفه إن اللي بيعوز النسر بيوصله عن طريق إعلان في الجريدة بيكون مكتوب فيه البحث عن رسام، وبيبقى مكتوب فيه شوية أرقام، لكن دي مش مجرد أرقام تليفون، دي أرقام إحداثيات الموقع. وقتها النسر بيكلمهم من تليفونه العسكري، يا إما بيتجاهلهم هو ومزاجه بقى وبيقرر، وبيرجع برمودا لرئيسته بيجمع كل إعلانات الجرايد اللي مكتوب فيها البحث عن رسام لحد لما بيلاقوا إعلان جديد، فبيجمع قواته وبيروح لأحداثيات الموقع اللي في الإعلان، وبيلاقي إن ده يبقى مكان تسليم الأسلحة، وبيمشوا فعلا ورا الشحنة وبيلاقوها وصلت للمصنع اللي في التل، وبيعرفوا إن المزارع هو نفسه النسر واسمه سهديف. وبتروح ناليني المساعد عضو المجلس في البار اللي سهران فيه وبتقول له إنها ليها صديق من الشرطة، وبتهدده إن هو لو ما قالش تفاصيل أكتر إنها هتقول للشرطة، فبياخدها المكان بعيد عن الناس، وبيبدأ يحكي لها إن في رجل أعمال فهم عضو المجلس إن الشخص ده مش مجرد مزارع عادي، وإنهم هيعرضوا نفسهم للخطر، وقال له في داهية البوكسايت اللي هيجيب لنا المشاكل. وبيعرفوا إن النسر قتل كل رجالته، ودلوقتي هو داخل المخبأ الخاص بتاعه اللي بيفتح ببصمة وشه. لكن عضو المجلس الطماع بيقول إن هيعمل العملية دي لوحده، وهو كده هو هيستفيد بمعدن البوكسايت لنفسه. وبياخد رجالته وبيروحوا لسهدايف، وبيعمل هناك نفسه 7 رجاله في بعض وبيندهله عشان يفتح الباب، لكن سهدايف بيطنشه وبيفتح الباب لعامل من العمال، فبيتعصب عضو المجلس عشان طنشه وبيستغل الباب انه اتفتح، وبيجري يدخل هو وكم واحد من رجالته، وبيروح يتكلم مع سهدايف وبيعرفه ان هو يسيب المكان هو والقبيلتين وهيبقى في مقابل مادي كويس، وبيقول له ان الارض دي محدش هيسيبها، وبيعرفه ان هو عارف ان هو بيعمل كل ده بسبب البوكسايت، وبيهدده وبيخليه يخرج من البيت وهو مرعوب. وبيوصل مفتش الشرطه اللي بيتخض اول لما بيلاقي مساعد عضو المجلس مع ناليني، وبيقول له اوعى تكون قلت لها حاجه عن المتمرده اللي اسمها مداما اللي شغاله دلوقتي مدرسه حكوميه. واول ما ناليني بتسمعهم بتروح بسرعه تدور على المدرسه مداما وبتسالها عن سهدايف، فبتعرفها انها كانت من المتمردين اللي فقدوا 3 شحنات اسلحه بسبب سهدايف، وبيكلفها قائدهم انها توصل الاسلحه دي باي شكل، وبتروح تتفق مع الارهابيين عشان يساندوها بالاسلحه، واللي بتبقى عارفه ان سهدايف هيستولى عليها، وبتعرف ان الشحنه وصلت بيته وبتروح تعمل نفسها فقيره ومحتاجه شغل عشان تكون قريبه من المكان. ورغم ان جاي مساعد سهدايف حس انها كدابه، الا ان سهدايف قرر يشغلها في المصنع، فبتستغرب ناليني وبتقول له ان هو كل ما هكلم حد هيقول لي قصه مختلفه، مره قصه عن الاسلحه ومره البوكسايت ومره يتقال ان النسر ده قاتل مأجور. وبتقول لها مداما ان القصص دي كلها محتاجه تتربط ببعض وان هي لازم تدور كويس. وقتها الشخص اللي بيساعدها بيقول لها ان كان في طفل موجود ساعه المجزره اللي حصلت، وبياخدها عشان الطفل يحكي لها اللي شافه. ووقتها هنا ولد الطفل بيقول لها انها بتدور على الاحداث، لكن هي المفروض تدور على الدافع اللي ورا الاحداث دي كلها. وبتروح لواحد من رجاله عضو المجلس وبتساله عن اللي حصل، فبيحكي لها ان عضو المجلس اتفق مع عصابه انهم يهجموا على سهدايف في يوم المهرجان، وفعلا بيستغلوا المهرجان وبيقدروا يدخلوا للمكان، لكن سهدايف بيصطادهم واحد ورا واحد وهو مغمض عينه، وده بمساعدة جاي. فبيطلع باقي العصابة ورجالة عضو المجلس وبيعرفوه ان كده ظلم لانهم مش معاهم اسلحة، فبيديلهم اسلحة كمان عشان هو اصلا راجل حقاني. بس بمجرد ما بياخدوا الاسلحة بيدور فيهم كلهم الضرب لحد لما بيقدر يخلص عليهم كلهم وبيسيب واحد. في نفس الوقت بتبقى مدامة بتتجسس على جاي اللي بيبقى عارف انها بتتجسس اصلا عليه، وبيستدرجها المكان وبيروح مكتفها. فالشرطة بتبعت لبرمودا قوة كاملة وقاعدة جوية، وبتبعت له حاجات كتيرة جدا عشان يقدروا يخلصوا على سهدايف، لكن سهدايف بيخرج الجثث لعضو المجلس في شاحنة، واول ما بيشوفهم بيحاول يهرب، لكن سهدايف بيخرج له وبيقول له ان هو يفضل مكانه عشان هيوريه اللي عمره ما شافه، وبيعرفه ان هو لو اتحرك هيقتله. وبنرجع بقى تاني لناليني اللي بتروح تكلم رجل الاعمال وبتساله ازاي فضل عايش بعد ما سهدايف قتل كل رجالته ودخل المخبأ بتاعه، وبيعرفها ان حياته كانت مقابل ان يخرج الشخص من السجن، وبيفهمها ان الشخص ده كان مهم جدا بالنسبه لسهدايف مع ان الشخص ده اصلا كان عايز يقتل سهدايف. وبيعرفها كمان ان هي لو عايزه تعرف باقي القصه تروح لعضو المجلس، لكن هي بترجع للطفل اللي بيعرفها ان عضو المجلس فضل واقف مكانه لحد تاني يوم. وفي نفس الوقت القوه اللي الشرطه بعتتها خيمت بعيد عن التل، وبعد كده بيروح برامودا على انه عامل تصليح عشان خاطر لما يبعت لهم اشاره يهجموا على المكان. واول ما برامودا بيدخل لسهدايف وقبل ما يتكلم بيديله سهدايف ملف فيه كل حاجه عنه، وبيعرفه ان هو كشف هويته وعارف ان هو من الشرطه. ولما بيجي يبعت الاشاره سهدايف بيقول له هو انا ما قلتلكش انها مش هتشتغل، وبيكتفوه وبيرموه جنب مدامة. وبعد كده بيكونوا المتمردين والارهابيين هيهجموا على المكان، وبيبقى سهدايف عامل حسابه ومستعد لهم،
وبيضرب جرس انذار عشان الناس اللي من قبيلته يناموا على الارض. واول ما بيحاول الارهابيين والمتمردين يعدوا من البوابه بيتحول السور كله لبنادق وبينزل فيهم ضرب نار وبيموتوا قبل ما يحطوا رجلهم على ارضه. وقتها الشرطه بتقرر تاجل هجومها لحد لما يعملوا خطه جديده بعد التطورات اللي شافوها من سهدايف. فبتوقف نالين الكلام وبتقرر تدور على مين صاحبه الارض اللي سهدايف دي متمسك بيها. ولما بتدور بتعرف ان صاحبه الارض والمكان كله اسمها رشنا، وبتروح لابو الطفل وبتقول له انها دورت على الدافع اللي ورا الاحداث وطلعت رشنا هي ورا كل ده. تطلب منه يعرفها مين البنت دي، وبيقول لها ان رشنا دي مش مجرد جزء من القصه لكن هي القصه نفسها، وبيفهمها ان اللي هيحكي لها الحقيقه هو جاي المساعد بتاع سهدايف واللي موجود دلوقتي في اوروبا لانه مسؤول عن تصدير واستيراد القطن هناك. وبتسافر ناليني وبتدور عليه. وقت ما بتكون في السوق بيجي طفل يخطف شنطتها وبيجري، وبتفضل هي تجري وراه لحد لما بتوصل لمكان وبتلاقي ان جاي مستنيها هناك، وان هو اللي كان باعت لها الطفل ده. وبيقول لها ان هو عارف كل حاجه عنها وانه كان بيراقبها من اول ما اتكلمت في الموضوع، وكان فاكر انها هتستكفى بمعرفه الاحداث، لكن بمجرد وصولها للنقطه دي بيعرف كده هي عايزه تعرف ايه بالظبط. وبيحكي لها ان في يوم من الايام كان مع سهدايف في مهمه لقتل شرطي، لكن بالصدفه الشرطي بيخبط في بنت، والبنت دي هي رشنا، واللي اول ما سهدايف بيشوفها بينسى هدفه وبيفضل يبص عليها، وبسبب كده بتفشل المهمه كلها عشانها، وبيبدا هو يراقبها. واول ما لقاها في خطر انقذها بقناصته من غير حتى ما يظهر، ومن اللحظه دي استمر في مراقبتها من بعيد بقناصته، وبيخلي جاي يجمع له معلومات عنها. وبيعرف انها رغم ان هي معلمه في مركز رعايه الاطفال الا ان كل اهتمامها عن القطن الهندي، ودايما بتشارك بالساري المصنوع من القطن الهندي في كل حاجه تخص الازياء، وكل حلمها ان يبقى في اعتراف دولي بالقطن الهندي. لكن في النهايه في مسابقه الازياء مش بتفوز، وبيروح سهدايف ضارب بقناصته البالونه اللي فوقيها، فبتتنقل الجايزه ليها. وبعد ما كانت كل علاقته بالناس من فوق الاسطح ومعاه قناصته بدا انه ينزل للشوارع عشان خاطر انه يراقبها من بعيد، لحد لما بتلاحظوا طفله من الطلاب بتوعها، وهي دي بقى السبب في قصه الحب اصلا، لان هي بتروح لسهدايف وبتقول له انها عارفه انه بيراقب المدرسه بتاعتها وعينه كلها بتطلع قلوب، وبتعرفه انها هتساعده عشان يبقوا سوا. وبتبدا تحكي له كل حاجه عن رشنا، وهنا رشنا بتبدا تتعلق بالشخص ده اللي بتبقى اصلا مش شايفاه ولا تعرف عنه حاجه، لكن دايما موجود معاها في كل مكان، لدرجه انها بتفضل تتواصل معاه كل وقت عن طريق اشارات بتعملها له، لحد لما بتكتب له ورقه بان هي عايزه تشوفه، لكن بيبقى خايف انه يقرب منها، لحد لما الطفله وجاي بيفكروا سوا وبيعملوا خطه وبيجمعوهم سوا في تلفريك. ومن وقتها بتبدا قصه حبهم وعلاقتهم بقت حقيقيه. وهنا بتقطعه ناليني في وسط الكلام وبتقول له انها ما كانتش تتوقع ان شخص زي سهدايف يكون مرهف الحس بالشكل ده، وبتساله لو كان سهدايف عرف رشنا مهنته الحقيقيه، وبيعرفها جاي ان هو اتجوزه، وفي فرحهم قال لها انه بيقدم خدمات سريه للشرطه، وبتقول له ان هو كان المفروض يكون فخور بنفسه لانه بيقدم مساعدات من غير ما يظهر. فبتطلب ناليني من جاي يكمل باقي القصه، وبيقول لها انها لازم تعرف المجزره اللي حصلت الاول، وبيحكي لها ان الشرطه استنت لحد ما الليل يدخل وبداوا هجومهم على بيت سهدايف، والموضوع كان شبه جيم في لعبه بابجي، والشرطه بدات تحدف قنابل ودخان واستغلوا الدخان ودخلوا البيت، ده غير اصلا المروحيات اللي كانت بتحوط البيت. وبعد كده بيعرفها ان سهدايف كان عايش حياه طبيعيه مع مراته رشنا ومستنيين طفلتهم، لكن في يوم من الايام حصل هجوم على مركز الرعايه اللي بتشتغل فيه، وماتوا كل الاطفال اللي كانوا موجودين، وكان من ضمنهم الطفله اللي ساعدته يقرب من رشنا. وكمان رشنا بتتصاب وبتتنقل المستشفى، لكن للاسف بتموت. وقتها هنا بيتجنن سهدايف وبيبقى عايز يعرف مين السبب في موتها، وبيكتشف ان اللي قتلوا الطفله ومراته هم تجار اسلحه، وهو بنفسه اللي كان بيحميهم في مهمه من مهماته، وكان بيبعد الشرطه عنهم لكن مرضيش يقتل الشرطي لانه يبقى ابو الطفله، فبيقرر يبعد عن الاسلحه تماما، وبيقعد يتفرج على فيديوهات رشنا اللي كانت بتعملها له كل يوم، واللي كانت بتقول له فيها ان هو حول القناصه من اداه قتل لاداه حمايه، وان السلاح اللي في ايده ده رمز للامان. وقتها بيقرر سهدايف يمنع اي عمليه تجاره للاسلحه، وان الاسلحه لازم تكون في ايد شخص مسؤول. وبنرجع تاني للمجزره اللي الشرطيين فيها قدروا يدمروا البوابه بتاعته. وقتها الباقيين من الارهابيين بيقتحموا البيت، لكن ما كانوش يعرفوا ان سهدايف عامل بندقيات في عجله عربيته، وبيقدر يقتل عدد كبير منهم، والباقي بينزل يخلص عليه بنفسه. وبيبقى منه للشرطه اللي فجاه بيلاقوه بيتحكم في التمثال اللي في بيته، واللي بمجرد حركه من ايده بيبقى كله بنادق وبتدمر كل اللي موجودين في وشه وحتى الطيارات. وفعلا الشرطه بتفقد السيطره على الوضع وبيبقوا عايزين ينسحبوا، وبعد كده بيعدل سهدايف بوابه بيته، ووقتها الشرطه بتفهم ان هو مش هيفرط في ارض ولا هيسيبها. وبعدها بيدخل لبرامودا ومدامه وبيفهمهم ان هو بيمنع وصول الاسلحه لايد اي شخص مش مسؤول، وده لان الاسلحه لما بتبقى في مكان مش مكانها
ومع الشخص الغلط بتدمر الدنيا. في الوقت ده بيظهر شخص قدام بيته اسمه برتاب، وبنعرف ان الشخص ده يبقى الشرطي ابو الطفله اللي ماتت، وانه قتل العصابه اللي هجمت على مركز الرعايه اللي كانت اتسببت في قتل بنته. ووقتها بيتوقف عن شغله كشرطي وبيتحبس، وطبعا اللي بيخرجه من السجن هو رجل الاعمال باوامر من سهدايف، وبيسمح له سهدايف بالدخول. واول ما بيدخل بيقول له ان مش عشان خرجه من السجن هيسامحه، وبيبدا يضرب فيه وبيقول له ان هو السبب في قتل بنته. وقتها سهدايف مش بيدافع عن نفسه وبيسيبه يبهدل فيه لحد لما بيبقى عاوز يتكلم فبيدافع عن نفسه، وبتبدا بينهم معركه وبيدغدغوا فيها بعض لحد لما سهدايف بيوقف المعركه وبيقول لأبو الطفلة ان هو طول السنين اللي فاتت عايش بروح الانتقام، وهو جه الوقت اللي يعيش فيه بمشاعر الابوه. وبعد كده ناليني بتروح لبرتاب بنفسه عشان يحكي لها تفاصيل اكتر، فبيعرفها ان هو راح المكان اللي جاي قال عليه وبيلاقي هناك طفله بتقول له يا بابا، وبيعرف ان دي بنت سهدايف وان مراته ماتت، لكن الدكتور قدر ينقذ الطفله. وقرر سهدايف يتخلى عن اغلى حاجه في حياته وهي بنته ويديها لبرتاب، وانه طول فتره سجن برتاب كان سهدايف بيتواصل مع البنت بالتليفون بصوره برتاب على ان هو برتاب ابوها، ودلوقتي البنت عارفه ان برتاب يبقى باباها. وبيقول برتاب لناليني ان في اللحظه دي كل مشاعر الغضب انتهت، وبيحكي لها عن يوم المجزره اللي حصل وان سهدايف حس ان الشرطه هتقصف المكان بالصواريخ، فقرر ينهي حياته بنفسه. بيخرج كل الموجودين في المكان وبيشغل التدمير الذاتي والمكان كله بينفجر. وقتها ناليني بتقول له ان هي مش مصدقه انه مات، فبيعرفها ان محدش صدق انه مات وكلهم فاكرين انه اختفى، لكن عمليات السيطره على تجاره الاسلحه والاسلحه غير المشروعه لسه ما انتهتش، وانه هو غير حاجات كتيره جدا زي مدامه اللي اتحولت من متمرده لمعلمه في مدرسه حكوميه، وان الناس عملت له تمثال جنب المصنع بتاعه اللي استمر في النسيج، وان حتى هو غير تفكير الحكومه للاحسن. وبيعرفها انه فعلا هو لسه عايش وماتش، هو اختفى لكن هو موجود في كل مكان اقرب ما تتخيل. تعمل ناليني قصه باسم النسر، تبقى عايزه كل الاطفال يعرفوا الابطال اللي محدش بيتكلم عنهم ويتعلموا منهم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ملخص فيلم الهندي الاكشن KFG الجزء الاول، وقبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونشترك في القناه ونعمل لايك عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. ويبدا فيلمنا سنه 1961 مع طفل اسمه روكي، واللي كانت مامته بتموت قدامه ومش عارف انه يعمل لها حاجه لانه هو معهوش فلوس يعالجها، وتقول له مامته قبل ما تموت انه يوعدها بحاجه واحده بس، انه لما يكبر لازم يبقى معاه فلوس وفلوس كتيره كمان ومش هيقدر يوصل لها الا لو كان قوي. وبيوعدها روكي بالكلام ده، وبعد كده بتموت امه، وبينزل بعدها روكي لمدينه بومباي عشان يدور على القوه والفلوس. وفي بومباي كان في خناقه كبيره بين اتنين من مهربين الذهب في المدينه واسمائهم بوبي وشيتي، وبيبدا روكي يشتغل ويلمع الجزم في المدينه الكبيره، وفي اخر اليوم بيروح ويسلم العده بتاعته للناس اللي مشغلينه، والناس دي بيكونوا تبع شيتي. وبيسمع روكي كلام من الناس اللي مشغلينه، وهم بيقولوا ان في ضابط شرطه اسمه شيندي بيضايق شيتي ومش عارفين يعملوا معاه ايه، لان اصلا مين اللي هيقدر يأذي ضابط شرطه. وهنا بيروح روكي رافع ايده وبيبصوا على الرجاله اللي بتتكلم وبيبتسموا، ويروح روكي من ورا الضابط شيندي وبيديله بالازازه على دماغه وبيجري بسرعه، وبيقع شيندي في الارض. بس فجاه وروكي بيجري بيقف وبيقول للي معاه ان الضابط معرفش اسمه ولا هو يعرف مين اصلا. وبيرجع روكي للضابط وبيلاقيه بيتكلم مع اتنين من رجالته وبيقول لهم يجيبوا له الطفل ده من تحت الارض. وبعد ما بيمشوا بيظهر روكي ويقول له ان هو مش طفل، هو اسمه روكي، وبيضربه بازازه تانية على دماغه، بس بتيجي العساكر وبيقدروا يمسكوه وبيعجنوه ضرب. وعند شيتي بيعترف الراجل اللي مشغل روكي ان هو اللي طلب منه يضرب الضابط، وهو كان بيهزر معاه وما كانش يعرف ان الطفل الصغير هيروح ويعمل كده فعلا. وبيرد عليه شيتي وبيقول له ما يقلقش، هو خلاص خرجه من مركز الشرطه. وبيدخل عليهم روكي والعيال شايلينه وشه وجسمه كلهم مليانين دم، وبيسالوا الراجل اللي مع شيتي هو عايز ايه بالظبط. يقول له روكي هو عايز العالم كله. وبتعدي السنين وبنوصل لسنه 1978، وسعر الذهب بيرتفع في السماء بسبب الحروب اللي دايره في العالم. وبيجي محتكر الذهب واسمه سوريا، وده عنده منجم كبير للذهب، وبيختار 5 مساعدين ليه، وهم كمال وراجدنر واندراوس والسياسي جورو واخوه اديرا، وفوقهم كلهم ابن سوريا واسمه جارودة، وده اللي عمه اديرا علمه كل حاجه عن شغلهم. وبتعدي السنين وبيقع سوريا بسبب جلطه وبيقدرش يتحرك، وكل المساعدين بيطمعوا في الذهب اللي في المنجم. وبيتحدوا شيتي وديبي لما بيظهر لهم منافس جديد في السوق واسمه ديلاوار، وبيبقى عايز ياخد سوق مومباي كله لنفسه، وبيدخلوا كلهم في حرب مع بعض. ويبقى روكي من رجاله شيتي المخلصين وعامل رعب لديلاوار، بس في الاخر بيقدر ديلاوار يمسكه وبيعلقوا زي الذبيحه، ويتلموا كل رجالته
عشان يتفرجوا هيحصل فيه ايه. ويقول ابن ديلاوار للجزار اللي جاي يقطع روكي ان النهارده هيبقى عيد ميلاده وعايزين عينين روكي هديه. وفجاه بيبدا روكي يغني له هابي بيرث داي، وشكل كل اللي حصل ده كان متخطط له من روكي. ويبدا رجاله ديلاوار يهجموا على روكي، بس هو بيضربهم برجله وبيفك نفسه من التعليقه، وبيهجموا عليه تاني وبيقعد يضرب فيهم واحد ورا التاني وبيوقعهم على الارض. ويبقى ابن ديلاوار قاعد في الارض وخايف من روكي، ويقول له روكي انت قاعد قدامي كده ليه؟ امشي بسرعه بدل ما اشرب من دمك. وبيجري المسكين بسرعه من قدامه وبيقعد ينده على كل رجالته الموجودين بره عشان خاطر يجوا يقتلوا روكي. وكل ما بيجي واحد يهجم على روكي بيمسح بيه الارض ويضربه. وبيقعد ابن ديلاوار يجري زي المجنون من قدام روكي لغايه لما بيوصلوا المينا. وبيروح لابن ديلاوار الغلبان وهو عمال يعيط ويترعش، وبيمسكه وبيعلقه زي ما كان معلقينه قدام المينا كلها. وبيزيد نفوذ روكي بين كل اللي في المدينه، وما بقاش في حته دهب تخرج او تدخل من غير اذنه او علمه. وبتكبر نفوذ شيتي على حس الشغل اللي بيعمله روكي، وما بقاش محتاج لديبي ولا غيره عشان يقدر يسيطر على سوق مومباي. بس اللي بيحصل ده ما بيعجبش ديبي خالص، وبينزل هو ورجالته عشان يواجهوا روكي. بس بتظهر فجأة عربية سودا، واول ما بيشوفها ديبي بيجري بسرعة ومعاه شمسية عشان ينزل اللي فيها. وبينزل اللي فيها وبيطلع اندراوس من رجالة سوريا، وبيروح لروكي وبيقول له ان هو عايزه ينفذ له عملية، والعملية دي في حتة اسمها بنجالور، وان هو لو نجح في تنفيذها مومباي كلها هتبقى ملكه ومحدش في الموجودين هيقدر يفتح بقه. وبيروح روكي على بنجالور وبيلاقي الطريق واقف، وبيعرف ان بنت راجنر اللي هو كان واحد من رجالة سوريا قافلة الطريق وعمالة تحتفل وبتشرب، وكل اللي بيعترض على اللي هي بتعمله بيتضرب وبيداس بالجزم. وبينزل روكي من العربية اللي فيها وبيروح للمكان اللي بيحتفلوا فيه في نص الشارع، وبيدخل وبيقل ادبه على بنت راجنر واللي اسمها رينا، ويقول لها ان هي جميلة وهو معجب بيها. وبتتعصب رينا وبتأمر رجالة ابوها انهم يضربوه، وبيهجموا عليه الرجالة، لكن طبعا بيضرب فيهم واحد ورا التاني بكمية شبحانة مش طبيعية. وبعدها بيخلص عليهم كلهم. بتقول له رينا ان شكله جديد في البلد واول مرة يزورها وما يعرفش هي مين ولا بنت مين. يقول لها روكي ان هو قابل كتير وقليل، بس اول مرة بنت تهدده عشان كده هو وقع في حبها من اول نظرة. وبعدها بيروح روكي لاندراوس المكان المتفقين عليه، ويبقوا مش عاجبهم اللي عمله مع رينا بس بيعدوه بمزاجهم. ويقول له اندراوس ان هم جابوه هنا عشان يقتل شخصية مهمة اسمها جارودة، واللي هو هيكون ابن سوريا ولي نعمتهم. وعند رينا بتبقى لسه متضايقة من اللي عمله روكي، وبتقول لكمال اللي هو اصغر واحد في رجالة سوريا ويبقى هو صاحبها، وبتقول له ان هو مش قادر يلاقي اللي عمل كده لغاية دلوقتي، ازاي هيحميها اذا كان مش عارف يلاقي واحد زي ده. وبيبعت كمال معاها رجالته عشان يشوفوا الفنادق واحد ورا التاني لغاية لما بيروحوا الفندق اللي فيه روكي، وبيقعدوا يدوروا عليه في الاوض، وبياخدها روكي من ايدها ويدخلها الاوضه ويقفل الباب. وبيجري رجاله كمال وبيفضلوا يخبطوا على الباب، ويقول لها روكي هي تعبت نفسها وجايه الفندق عشان تطمن عليه وتشوفه اكيد. بس بعد كده صوت الخبط بيزعجه، وبيطلع للرجاله ويقول لهم لما يكون واحد وحبيبته قاعدين لوحدهم يا ريت محدش يزعجهم. وبيهجموا على الرجاله وتسمع رينا صوت الضرب، وبتطمن انه هياخد علقه محترمه، وبتنزل للعربيه. بس بتلاقي السواق هو روكي نفسه، ويقول لها انه في خدمتها وهيوصلها للمكان اللي هي عايزاه. وبتركب معاه فعلا رينا العربيه، وبيقعد يتريق عليها ويحب فيها شويه، وتقول له رينا يوقف العربيه وبتفضل تهزق فيه. وبيشوف روكي منظر قدامه ينسيه رينا والعبط اللي بتعمله، وهو منظر بيقع منها الاكل اللي كانت شايلاه، وبيكون معاها ابنها الصغير، وشكله كده افتكر امه لما كان صغير وما بتبقاش عارفه تجيبه. وبيوقف عربيته قدام كل العربيات اللي ماشيه، وبينزل من عربيته والناس كلها تخاف منه عشان معاه مسدس. وبيشيل العيش من على الارض وبينفضه، بيقول للست وهو بيديها العيش ما تقلقش من كل الناس اللي حواليها دي، مفيش حد اقوى منها هنا. وبيعرفها ان مفيش جندي افضل من الام. وبيرجع بعدها للعربيه وبيكمل استهبال زي ما كان بيعمل قبل ما ينزل مع رينا. ونروح لواحد اسمه اناندا، وبيطلع هو اللي بيحكي لنا حكايه روكي في لقاء تلفزيوني مع مذيعه اسمها ديبا في 2018. ويقول اناندا ان روكي شاف عربيات بتنقل الذهب الكبير في الطريق ومشي ورا العربيات لغايه لما وصل لمخزن كبير. ولما دخل المخزن ولقى كميات كبيره من الذهب، عرف ان الذهب ده مش بيجي لهم من افريقيا زي ما كانوا مفهمينه، ده بيجي من المخازن في مومباي. وده خلاه عنده فضول يعرف الذهب بيجي للمخازن من فين. وبعدها بيروح روكي الكباريه وتبقى هناك رينا، وبيقعدوا يغنوا ويرقصوا مع بعض لغايه لما بيوصل اخيرا كمال، وبيحط السلاح بتاعه في وش روكي، ويقول له روكي ان قبل ما يجي هنا كان المفروض يسال مين هو كمال ولسه هيضرب عليه. تنزل رينا السلاح من ايد كمال وتقول له انه ما يستحقش الرصاصه اللي هتخرج من سلاحه، ولو خايف على روحه يخرج من هنا حالا. وبيتحرك روكي فعلا وبيخرج بره الكباريه وسط تريقه واهانه رجاله كمال كلهم. بس بيرجع على طول وهو معاه عربيه مليانه بنزين، وبيفضي البنزين في الارض، وبيدخل وهو شايل سيجاره. وما بيقدرش واحد من رجاله كمال او حتى كمال نفسه انه يضرب عليه طلقه لانه كده هيولع المكان كله، وبيكونوا خايفين جدا. وبيوصل في اللحظه دي راجنر ابو رينا، وبيقول للكل يخرجوا بره بسرعه. وبيقول راجنر لروكي هو جاي هنا عشان
يهزر ولا يخلص المهمة اللي جاي ينفذها. يقول له روكي ان هو جاي النهارده عشان يقول الخطة اللي هينفذها عشان يقتل جارودة، ونيجي لتنفيذ الخطة والعملية بتفشل، وبيطلع كل الجرسونات الموجودين شايلين سلاح وبيثبتوا روكي وكل المتآمرين معاه، وبيدخل عليهم جارودة ويقول لهم ان ابوه كان بيثق فيهم وما كانش المفروض يخططوا يقتلوه، بس بشكل عجيب بيسيبهم كلهم عايشين وبيمشي، وبيتلموا كلهم في مكان واحد وبيفكروا هو ليه سابهم، وكده الجنة اللي هم كانوا عايشين فيها اتقلبت بسبب افكارهم الزفت دي الجحيم. وبيدخل كمال وبيبقى عايز يقتل روكي، بس روكي بيقول له ان هو جه هنا عشان ينفذ حاجة واحدة ومش هيمشي الا لو نفذها، وخطته الاولى فشلت بس التانية مش هتفشل وهيقتل جارودة. وبيتحرك روكي في خطته الجديدة وبيركب مع الناس اللي خطفوهم في عربيات عشان تشتغل في المنجم بتاع جارودة بالسخرة، وبيبقوا ملبسينهم سلاسل في ايدهم ورجلهم زي العبيد عشان يجروهم. وبيبص روكي على القصر الابيض من بعيد واللي موجود فيه جارودة وباقي الحاشية بتاعته، وبيكمل روكي طريقه مع باقي المخطوفين وبيشوف الناس اللي بيطلعوهم ميتين من المنجم، وبينزلوا روكي واللي معاه العمق 90 متر تحت الارض عشان يقدروا يشتغلوا. وبيحصل موقف قدام روكي وباقي المخطوفين، ولد صغير بيعدي الخط اللي مش مسموح عشان يجيب كورته، وبيصرخ فيه ابوه انه يرجع تاني، وبيقف على الخط لكن امه بتدخل جوه الخط وعايزه تجيب ابنها، والحارس اللي واقف على البرج بيخلص على الام وابنها، وبيتصدم الاب وكل الموجودين في المنجم. وبعد الموقف ده بياخد القرار روكي ويتحرك اخيرا، وبيبدا يضرب في الحراس واحد ورا التاني، وبيتصدموا كل العمال اللي في المنجم، وبيمسك رئيس الحراس ويجره في الارض، وبيمسك الشاكوش الكبير وبينزل على دماغه، وبيتحركوا بعدها العمال معاه وبيقعدوا يقتلوا في الحراس. وبيدخل الليل والدنيا في المنجم بتبقى مولعه نار، وفي نفس الليله يموت سوريا والدنيا كلها بتتقلب وما بقاش حد فاضي للعمال اللي في المنجم. وفي المراسم اللي بيعملوها عشان موت سوريا واللي بيكون فيها جارودة بيجيبوا له مساجين من المنجم عشان يقتلهم في المراسم، وبيقدر جارودة يقتل اول اتنين، ولما بيطلعوا التالت بيلاقيه روكي وبيمسك السيف وبيضرب بيه جارودة، وكل الناس اللي واقفين بيتصدموا من اللي حصل ومش مصدقين، وبيبلغوا بعض ان جارودة خلاص مات. وبيعرف اديرا اللي حصل اللي كان موجود في حتة بعيد وسايب الدنيا كلها لاخوه ابنه من بعده، وبيقول اناندا اللي بيحكي الحكاية ان روكي كان عايز يقتل جارودة قدام الناس كلها لانه هو كان عايز جيش يحتلوا بيه المنجم ويحتكر هو الذهب. وبيعرفوا كل اللي شافوا جارودة وهو بيتقتل ان في زعيم جديد وصل للمكان. وبكده بنكون خلصنا الفصل الاول من القصة، ودي هتكون البداية. ويا ريت لو عندكم اي اقتراحات لافلام سيبوها لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا جداد معانا.